تطورات أزمة أرض الزمالك، تدريبات خاصة للاعبي الفريق وفحوصات طبية، من العناوين إلى التفاصيل عبر موقع دوار بلدنا. يواصل محمد السيد خوض تدريبات تأهيلية خاصة نظرا لاستبعاده من قائمة الفريق أمام مودرن سبورت أمس، ويخضع أحمد حمدي لفحوصات طبية اليوم الجمعة لتحديد حجم الإصابة وموقفه من المشاركة في التدريبات. كما سيخضع محمد صبحي حارس مرمى الفريق لفحوصات بعدما تعرض لإصابته بحالة إعياء ودوار عقب المباراة. وقرر البلجيكي يانيك فريرا مواصلة التدريبات اليوم الجمعة بصورة طبيعية استعدادا لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز. ورفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة اليوم بعد الفوز على مودرن سبورت في المباراة التي أقيمت بينهما أمس في مسابقة الدوري الممتاز. ويخوض الفريق تدريبه في 6 مساء اليوم الجمعة على استاد الكلية الحربية استعدادا للقاء فاركو المقرر له يوم الثلاثاء المقبل على استاد هيئة قناة السويس في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز. ويجهز مجلس الوزراء مذكرة لعرض الموقف بالكامل من جانب وزارة الإسكان من أجل محاولة الحصول على استثناء جديد بمهلة جديدة للزمالك من أجل إنهاء الأعمال في فترة زمنية معينة، قد تكون المهلة الجديدة عاما أو تصل لعامين.